السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد من الدايت الصحي. عايزة اقول لكم ان انا لسه ما بدأتش في التحدي، وزي ما قلت لكم هختار 2 او ممكن يبقوا 3 هتابع معاهم اثناء التحدي. فده يوم هو كان قديم بس للأسف انا ما منتجتوش يعني، فقلت لازم انزله الاول وبعد كده ان شاء الله التحدي من يوم السبت. هبدأ معاكم وهنزل لكم الايام باذن الله يوم بيوم. النهارده بقى قلت ابدا يومي كده بمعلقه عسل ابيض صغيره على كوبايه ميه، والميه تكون عاديه من الحنفيه يا جماعه. يعني ميه عاديه جدا، ولا ساقعه ولا سخنه. في ناس فاكره ان احنا لو اخدنا ميه سخنه هتحرق دهون، لا طبعا. معلقه صغيره اهي عسل ابيض، وبنحط عليها عصره ليمون. طعمها حلو جدا جدا، بتساعد على حرق الدهون جدا. ناس كتير قالوا ان هم بيخسوا عليها. كمان في واحده قالت لي ان هي خست 3 كيلو بالحته دي بس، مع يعني ان هي بتاكل اكل عادي، يمكن ما بتتعشاش او حاجه زي كده. فانت بقى لو اخدتيها مع نظام صحي وبتقللي نشويات تقللي سكر، تخيلي بقى ايه اللي هيحصل لك. اكيد هتخسي اكتر، وكمان هتساعد على حرق الدهون جدا. فاول حاجه هندوب معلقه العسل، وبنحط عليها عصره الليمون، وبيبقى طعمه حلو قوي يعني. عصير ليمون مفيهوش حاجه. ما بيتعبش المعده برضو لانه متحلي. ممكن لو انت مش عايزه، مش عندك عسل، ممكن تاخدي الميه بليمون قبلها، خدي تمرايه واحده وبعد كده خدي الميه بليمون. عايزين كمان ان شاء الله في التحدي نمشي عليها، تبقى حلوه جدا وهتساعدك ان انت تحرقي يعني دهون اكتر. تمام كده. بس عصرت نص ليمونة بس وهاخدها. والناس اللي بتقولي ممكن ناخد معلقة العسل كده ناكلها الأول بعد كده نعصر الليمون على المية، عادي جدا، لأن في ناس مش بتحب العسل متدوب في المية. مش هيحصل أي حاجة خالص. وكمان طعمها مقبول وحاجة بسيطة يعني، ممكن أي حد يعملها، مش محتاجة خلطات ولا وصفات وكده. مع اني برضو في وصفات حلوة جدا طبعا شفتوها معايا. بس ده العسل اهو، زي ما قلت لكم انا جايباه عادي من منحل يكون موثوق فيه. ممكن تجيبي من امتنان، من عند ابو عوف. في فتراك تقريبا منزلين عسل حلو جدا. معرفش بصراحة لو في اي حاجات تانية او اماكن تانية ممكن تقولوا في الكومنتات علشان غيركم يستفيد. بس ممكن تجيبي من حد واثقة فيه. طبعا مش هننسى شرب المية. المية عموما لو شربتي من 2 ل 3 لتر في المية، يعني من المية خلال اليوم، هتلاقي فرق كبير جدا في حرق الدهون والتخسيس، وهتلاقي مقاساتك بتنزل بطريقة فظيعة. فلازم نهتم بشرب المية. لو انت عاملة رجيم من غير شرب مية هتلاقي النتيجة بطيئة جدا. جهزت الفطار بقى، مرضتش اصوره معاكم علشان في ناس بيقعدوا يقولوا لي انت مصورانا وانت مش عارفه بتحطي الجبنه في العيش، لا معرفش ايه، طبعا الانتقادات اللي انتوا عارفينها دي. النهارده بقى خدت معلقتين 2 فول، كنت عامله طبق كبير يعني عشان العيله كلها. وباخد في الطبق بتاعي دايما، قلت لكم نخلي طبقك حطي فيه كل حاجتك علشان ما تبدايش تغمسي، لان لما بتغمسي بتدخلي على عيش كتير، بتدخلي على اكل كتير. حددي كمياتك وحطيها في الطبق بتاعك. وحاولي تاكلي بالراحه. طول ما انت بتاكلي بالراحه الاكل، لو انت فضلت تاكلي تلت ساعه لوحدك كده بتلاقي مراكز الشبع خلاص يعني بتكتفي وبتشبعي بسرعة. لكن لو انتي قعدتي تاكلي بسرعة 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 واخدتي اكل كتير جدا، بتحسي اول حاجة بتحسي بسوء هضم، وتحسي ان انتي مش قادرة تاخدي نفسك. كمان بتحسي طبعا يعني بتجوعي بسرعة جدا، لان الاكل ما بيتهضمش اساسا. فده غلط. فالاهم اهم حاجه ان انت تاكلي بالراحه، لانك عشان تحسي بالشبع. فده رغيف فينو، رغيف فينو من الدقيق الاسمر وعليه كده حبوب شوفان. ده انا كنت جايباه من كارفور زي ما قلت لكم. الاربعه ب9.95 قرش، يعني الاربعه ب10 جنيه. هو طبعا غالي شويه، فممكن تستبدليه بنص رغيف اسمر. اخدت بيضه انا عاملاها، كل البيض اللي انا قلياه عاملاه بقطعه زبده. واللي سالوني بتستخدمي ايه في قلي البيض، بستخدم زبده فلاحي مش مملحة. وطبعا تكون مش صفرة، يعني اللي هو مش من الزيوت النباتية، او تكون سمن نباتي، لا سمن فلاحي. باخد قطعة صغيرة بعمل فيها البيض كله، وعملت 5 بيضات بقى للعيلة يعني كلها. واخدت واحدة طبعا. عملته كتير معاكم البيض العيون ده، ويبقى الزبدة اصلا ما بتدخلش فيه ولا حاجة، بس بيبقى طعمه لذيذ جدا. اخدت واحدة ومعلقتين فول، حطيت عليه طماطم وشوية زيت زيتون صغيرين وملح وكمون. وطبعا رغيف العيش هشبع جدا. ومعايا طبعا خيار. بعد كده بقى بعد ساعتين بالظبط من الفطار هاخد السناك ده، نسكافيه. وده النسكافيه البلاك او الكلاسيك اللي هو مش عليه اي اضافات، مش بيتخن خالص لانه سعراته تكاد تكون معدومة زي الشاي.
ايه بقى اللي يخلينا ممكن نتخن؟ لو احنا عاملينه بلبن وحطينا سكر كتير قوي قوي قوي، ساعتها هنتخن. لكن لو انت عاملاه بلبن قليل الدسم، مش هقولك خالي الدسم، لان ساعات يعني يقال ان الدسم دوت بيساعد على حرق الدهون. يعني مش لازم يكون قشطه كتير، لا، يعني حاجه بسيطه. مش لازم اللي هو تجيبي اللي هو من العلب اللي هو متفرز وشايلين منه كل الدهون، لا، انت كفايه ان انت تحطيه في التلاجة وتشيلي منه القشطه تاني يوم وتستخدميه، او تخففيه بشويه ميه صغيرين. بس حطيت كوبايه اللبن، وانا مش هحط اي سكر ولا اي حاجه. جربوا كده تمنعوا السكر في ايامكم وحياتكم، هتستفيدوا جدا بجد. خصوصا ان الايام دي يعني ناس كتير قوي جالها السكر وهم لسه صغيرين في السن، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. فنحاول بقى نقلل السكر. هاخد مع سناك دوت شوكولاته دارك، دي كورونا لايت، طعمها حلو على فكره. كنت جايبها ب10 جنيه، فيها 6 مكعبات. دول اخر اتنين، لان الاربعه التانيين اخدتهم سناك، كل مره باخد اتنين معاكم، شفتهم في اليوميات. فده اتنين اهو. حلوة جدا على فكرة ولذيذة. فهاخد الاتنين دول مع كوباية النسكافيه بلبن. ممكن تعملي قهوة بلبن لو انتوا مش حابة نسكافيه. القهوة برضو ما فيهاش سعرات كتير، بس راعي السكر. انا ما حطيتش سكر لان طبعا اللبن اصلا بيبقى متحلي كده، ماشي، من اللاكتوز اللي فيه. فده سناك صحي جدا. تقدري تاخدي السناك بعد 3 ساعات او ساعتين. تمام. طبعا الناس اللي بتحب الحلويات وبيبوظوا بسبب ان هم ما بيقدروش يقاوموا، يقدر ياخد السناك ده ممكن 3 مرات في الاسبوع. مش هيتخنك خالص، بالعكس هيبقى حلو جدا. مرحلة الغدا، شوحت لحمة، قطعت بصل وحطيت ورق لوري وحطيت حبهان وكبابة صيني وملح وفلفل، لا ما بحطش ملح، سوري، فلفل اسود. وطبعا حطيت معلقة زيت، او تقريبا حطيت قطعة زبدة صغيرة ومعلقة زيت. وطبعا ايه، بشوحهم كده. طبعا اللحمة لما بتديها صدمة والحلة سخنة، ما بتنزلش ميه كتير. وزي ما انتوا شفتوا كده محمراها كويس قوي، لان انا ما بحبش احمرها بعد ما، يعني مش بحمرها بعد كده، لا، بسيبها كده بالتشويحه دي، بتديها لون، وبعد كده بتاكلها كانها متحمره. عملت سبانخ طبعا، حمرت البصل زي ما احنا شفنا في معلقه زيت واحده. وبعد كده بقى الطماطم، معلش الحته دي ما صورتها لكوش، عصير الطماطم، وبعدها السبانخ انا مفرزاها يعني. زي ما قلت لكم طريقه التفريز سهله قوي، بشوحها بس في الحله من غير ميه ولا سلق. او ممكن لو انت جايباها فريش تغسليها وتقطعيها وتحطيها على طول مع الطماطم، واحط لها ملح وفلفل، بتبقى جميله جدا. وده الغدا بتاعي اهو. الغدا زي ما احنا شايفين، اللحمه والله ما عملت لهاش اي حاجه بعد التشويحه. وبحط لها طبعا الميه وبوطي عليها لما بتغلي وبسيبها لحد ما تستوي. زي ما احنا شفنا كده استوت متحمره من غير اي زبده ولا تحمير تاني، هي مجرد التشويحه اللي في الاول دي تديها لون كويس. خلاص. 5 معالق رز بشعريه. وطبق صغير على فكرة جدا، الطبق صغير خالص، يمكن يبان كبير لان مقربة، بس هو الطبق اصلا من الاطباق الصغيرة. وفي مش ممكن يكون 4، انا مش فاكرة طبعا، قلت لكم اليوم ده قديم بقاله كام يوم، بس ما دبلجتوش يعني. وطبق سبانخ. يعني البولة دي برضو كبيرة، فحطيت كده اكتر من النص شوية، ما كترتش سبانخ، مع ان السبانخ مفيدة جدا كلها حديد. بس قلت على كمية الرز، لان انا لو غرفت سبانخ كتير والرز خلص، هضطر ان انا احيانا كده الشيطان يقول لي ايه، قومي هات شوية رز كمان. فانا بحاول اوازن الاكل مع بعض. تمام كده. الناس بقى اللي بتحط ملح جنب الاكل ويقعدوا يغمسوا اللحمه والفراخ في الملح، يا ريت العاده دي نبعد عنها، علشان الصوديوم اللي في الملح هو اكتر حاجه بتخزن ميه في الجسم، وبتخليكي يعني طبعا انت بعد الاكل الملح ده بيخليكي تاكلي، قصدي تشربي ميه كتير. فالميه اللي انت بتشربيها دي للاسف للاسف جسمك بيخزنها، لانه بيبقى في حاله عطش، فبيخاف يفقد الميه والسوائل، فبيحتفظ بالميه دي، بيخزنها بقى تحت الجلد وفي الجسم. فبتلاقي نفسك منفوخه كده وتخنانه. طبعا ده اكبر غلط. فده غدا صحي طبعا. ممكن ناخد عيش بدل الرز، ممكن تاخدي بدل اللحمه ممكن تاخدي تونه، بيض مسلوق، جبنه قريش، ممكن خضار سوتيه، كوسه، اي حاجه. اهم حاجه تاخدي خضار وبروتين ونشويات قليله، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. وباذن الله الموضوع ان انا قلت لكم هكتب نظامي مكتوب دوت، هو اللي اخرني بس ان احنا داخلين على رمضان، والناس عايزه او اكتر حاجه حاجات الصيام والحاجات دي، فيمكن ده اللي اخرني شويه. بس دلوقتي بقى انا كنت بره بكشف على عيني، عينيا متبهدله، عندي ميكروب وحساسيه من جو الربيع. انا دايما جو الربيع ده بيتعبني جدا. فدعواتكم، لان الايام دي بجد تعبانه قوي، والدكتور كاتب لي كذا نوع قطره ومرهم، وبيبقى في حاجات تقيله كده في العين، ما ببقاش شايفه اي حاجه بعد ما بحطها، لان عينيا كانت منفخه جدا ومورمه. فيا ريت تدعوا لي.
بعد ما رحت للدكتور بقى قلت ايه اروح كده اقعد اشرب فنجان قهوة، فشربت قهوة بالبندق وبالحليب، وقلت لهم يعملوها بمعلقة سكر واحدة طبعا. وده كان يعني العشاء كده تقريبا. لما اروح بقى ان شاء الله هاخد علبة زبادي طبعا. زبادي ممكن تاخدي جنبه خيار، ممكن تستغني عن الزبادي لو انتي بتجوعي، تاخدي مثلا علبة سوري قطعتين جبنة قريش معاهم خيار، خس، اي حاجة خضرة. معاهم ممكن مثلا خيار زي ما احنا قلنا، بس الجزر بلاش كتير برضو. بس يعني خدي سلطة خضر اخضر، ممكن كابوتشي اللي هو البنفسجي او الاخضر برضو حلو جدا، بيساعد على التخسيس جدا جدا. فده كان يوم النهارده، يا رب يا رب يعجبكم. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو علشان تشجعوني في اليوميات، لان انا احيانا بكسل انزلها وانتوا بتطلبوها كتير، فياريت تعملوا لايك علشان اتشجع اكتر ان انا انزل لكم يومي. وكومنت حلو كده زيكم، اكتبوا لي تعليقات كتير حلوه، واشتركوا في